السلام عليكم أعزائي مشاهدي الحكاية من البداية. قصتنا اليوم حدثت في الأردن، وبالتحديد في مدينة الرصيفة. أمل بنت جميلة جدا، تدرس في الجامعة، طالبة جامعة كلية الهندسة. أمل بنت مغرورة، يعني بنت شايفة نفسها على البنات بسبب إنها بنت جميلة، وما بتحتك بالبنات، وعندها تعالي على زميلاتها في الجامعة. وأيضا كانت سليطة اللسان، يعني لسانها ماضي، تغلط وتحقر غيرها من البنات، وشايفة حالها إشي كبير، وهذا غرور ومرض. ولهذا السبب ما عندها صديقات، كل البنات يتجنبوها ويبعدوا عنها بسبب لسانها وتكبرها على البنات. لكن كان إلها بنت واحدة متحملتها، وهي بنت مصرية، بنت أحد المقيمين في الأردن، مغترب يعني، بيشتغل في الأردن والدها، واحضر عائلته معاه ومقيم في الأردن. طبعا المقيم أو الغريب عن بلد بيكون مرات مجبر يتحمل زناخة البعض، حتى لو مو راضي عن تصرفاتهم، لكن ما بإيده حيلة، مو مثل ابن البلد. فممكن إنه زميلتها المصرية كانت متحملة زناخة أمل مجبرة، مع أنها كانت تشتمها وتبهدلها فكثير من الأحيان، وكانت البنت المصرية تتحمل. وفي إحدى المرات قامت أمل بشتم وسب البنت المصرية، وبهدلتها بهدلة كبيرة أمام زميلاتها في الجامعة. وهاي المرة البنت المصرية تأذت نفسيا، وقررت قطع علاقتها بأمل. خلص ما عادت قادرة تتحمل تكبر وتعالي أمل عليها ولسانها السليط. بالفعل انقطعت العلاقة بينهم. أمل من كثر ما هي جميلة، كل أسبوع أو كم يوم يتقدم لها عريس، يعني ما بمر أسبوع إلا وأجا عريس وطلب إيدها. كانت أمل ترفض الكل، والسبب إنها ناوية تدرس ومش براسها الزواج الآن، خصوصا إنه عمرها قريب 20 سنة، يعني بعدها صغيرة. واستمر الحال على هذا النحو، كل ما يتقدم عريس ترفض، وأبوها ما يلح عليها لأنها عندها حجة إنها بتكمل دراسة. لكن حدث وتقدم لها شخص من نفس العائلة أو العشيرة، كان كامل الأوصاف، شاب مقتدر، أبو رجل معروف، وهو الشاب متوظف عنده بيت، وابن ناس معروفين، يعني مو ناقصه شي. كلموا أبوها لأمل، وهو كان مقتنع بالشاب وأبو الشاب لأنه من العشيرة ومو ناقصه شي. طلب مهلة منهم كم يوم يكلم بنته أمل بالموضوع. بالفعل جلس هو وزوجته مع بنته وكلمها في الموضوع، لكنها كالعادة رفضت الموضوع بشكل نهائي. قالت أنا بكمل تعليمي ومش براسي الزواج الآن. قالها أبوها فكري بالموضوع، ومش راح تلاقي أنسب من هذا الشاب، وأنا موافق عليه، خذي راحتك وفكري. لكنها بعد كم يوم نفس القصة، قالت أنا مو ناوي أتزوج وحابة أكمل تعليمي. لكن الأهل ما اقتنعوا بكلامها. كان محرج الأب يرد على الجماعة، ولكنه كلم الشاب وقال له أنا مقتنع فيك وحاب نسبك. لكن البنت بدها شوية وقت لتفكر، وهي حاطة العلامة براسها وكل تفكيرها في دراستها. الشاب كان متمسك فيها وقال له مو مشكلة، خذ راحتك، وأنا مستعد أستناها وأطلب إيدها 100 مرة بدل المرة. الأب قال له عين خير وإن شاء الله بتكون من نصيبك، لكن أعطيني شوية وقت. الأب كلم أمها، قالها بدك تقنعيها بنتك تقبل تتزوج هذا الشاب، ما راح تلاقي أنسب منه. الأم كل يوم تكلم بنتها وتحاول تقنعها بقبول هذا الشاب، كل يوم تزن براسها وتكلمها، لين البنت صارحت أمها، قالت أنا بحب شاب وهو بحبني ومستحيل أخذ غيره. الأم انجنت من كلام بنتها، انت جنيتي ولا مخك طار؟ شو هالحكي هذا اللي بتقولي فيه؟ احنا من أيام تنعنا هيك سوالف ولا خرابيط؟ قالت هذا اللي أجاكم. الأم راحت وعلمت أبوها بالموضوع، قالت له بنته بتكلم شاب وبتقول غيره ما راح تاخذ. والأب يسمع هذا الكلام وينجن. دخل على أمل، اضرب يلي بتضرب. ضربها ضرب مبرح، كسرها، قالها أنا موديك الجامعة تدرسي ولا تعشقي؟ بدك تفضحيني في المنطقة وتوطي راسي؟ حضري حالك، الأسبوع الجاي خطبتك على الشاب اللي تقدم لك، وهاي المرة مو بكيفك، غصبا عنك. الأم قاعدة تتكلمها وتقول لها اللي تسويه غلط، وأنتي راح توطي راسنا إذا أحد عرف بالموضوع، وراح أوكي وعيال عمك يذبحوكي أنتي والهامل اللي بتكلميه. قالت لها يا بنتي هيك سالفة بتروحي فيها ذبح، اسمعي كلامي واقبل الشاب اللي تقدم لك، لأنك إذا رفضتي مصيرك ومصير الهامل اللي بتكلميه معروف. وبعد جهد وتعب من الأم وافقت أمل ترتبط بالشاب اللي من عشيرتها، وخبرت أمها إنها موافقة،
وبالفعل الأم خبرت والدها، وهو بدوره خبر الشاب وأبوه إنهم ييجوا يطلبوها بشكل رسمي ويتفقوا على باقي التفاصيل. وحضر الشاب وكم رجل من الكبار معه وطلبوا إيد أمل، وتم قراءة الفاتحة، وثم تم تحديد موعد الخطوبة وكتابة الكتاب. وانخطبت أمل للشاب وكتبوا الكتاب. طبعا كتابة الكتاب تعتبر زوجته شرعا، ولكن يبقى الإشهار اللي هي إقامة حفل الزفاف، واللي أجلوه لين تنتهي السنة وتخلص جاملتها. كان ضايل شوي وتنتهي السنة الدراسية. ويوم كتابة الكتاب عملوا حفلة على الضيق، يعني حضر رجال من العشيرة وكذلك نساء العشيرة. لكن كان واضح على وجه أمل إنها مش مبسوطة ومكشرة وما تبتسم نهائي، والنساء لاحظن هالشي هذا. وأيضا العريس لبسها خاتم الخطوبة ولاحظ إنها مكشرة وما تطلع في وجهه نهائي، وما تبسم طول ما هو معها، ويكلمها ما ترد أو ترد بجفاصة. مالكم بالطويل، مرت الخطوبة وأمل رجعت للجامعة، لأن أبوها كان مانعها تروج للجامعة بعد ما عرف إنها بتكلم واحد هامل، وأيضا علمها إنه راح يذبحه إذا عرفه. أمل رجعت كلمت هذا الشاب اللي بتحبه، وكان عامل نفسه زعلان. انت بعتيني، انت خنتيني، شو اللي عملته، وين حبنا، وين من هالسوالف هاي. قالت له أنا لسه على العهد وأهلي أجبروني، وما كان بإيدي حل غير أقبل بكلامهم، خصوصا أنهم منعوني أروح للجامعة وأخذوا مني التلفون. اضطريت أقبل عشان أقدر أشوفك، وأنا لسه بحبك، وأنا قبلت مؤقت لأشوف حل وأعرف أفكر بحل. قال لها أي حل وإنت بإيدك خاتم، يعني مخطوبة وكاتب كتابك. قالت له أنت ما عليك، أنا راح أتصرف وألاقي حل حتى لو اضطريت أهرب من البيت. أنت عليك تدبر مكان إلنا في حال أنا لقيت حل أو هربت من البيت. طبعا الهامل مشي معها وقال لها أوكي أنا جاهز. طبعا ساقط وهامل ويلعب بيها، لأنه اللي رايد وحدة يجي يطلبها مو يصاحبها ويتسلى فيها ويضحك عليها، وفي الأخير معروف إنه ما رح ياخدها. معظم هاي الحالات الشاب ما بتجوز البنت، بيكون يتسلى وحتى بيكون مخبر أصحابه والله فلانة صاحبتي وبتكلمني، حتى بتصير سمعتها زفت وما حدا بتقدم لها بسبب طيشها وبسبب هبلها. وهو لو ابن حلال كان قالها كل شي نصيب وخلص يا بنت الحلال، ارضي بنصيبك ولا تغضبي ربك وأهلك، وأنا من طريق وانت من طريق. لكنه كما ذكرنا هامل شجعها على الغلط وما نهاها عنه. كانت أمل تغلق غرفتها عليها بحجة إنها بتدرس، وكان عندها أخ صغير وأخت صغيرة، 5 سنين عمر الأخت والأخ 9 سنين، وهي من خطبة حابسة نفسها بغرفتها بحجة الدراسة. وفي يوم اتصلت أمل بصديقتها البنت المصرية اللي ذكرناها في بداية القصة، وصارت تعتذر منها، حقك علي، أنا متأسفة، أنا غلطت بحقك. المهم البنت المصرية بنت طيبة، قالت لها أنا مش زعلانة منك، أنت زي أختي وخلص، اعتبريه ما جراش حاجة. وأمل قالت لها أنا بحاجتك، أنت أكتر وحدة أقدر أشكيلها همي واللي داخلي، تعالي زوريني. وهون رجعت علاقتها بصديقتها المصرية وصالحتها، وصارت تزورها في البيت، وكانت مغيرة أسلوبها بالحكي معها، ما عادت أمل متكبرة كأنها بنت ثانية. وفي يوم كان في مناسبة وخرج أبو أمل وإمها من البيت، وبقيت أمل وإخوانها الصغار هي بغرفتها وهم بغرفتهم. وتقوم أمل تتصل بصديقتها البنت المصرية وتقنعها تجي عندها، وإنها مشتاقة للحديث معها واللعب معها. بالفعل اجت البنت المصرية ودخلت غرفة أمل وضيفتها أمل واحترمتها غير العادة، وبعدين شربتها عصير مع كيك وقالت لها تعالي نتسلى ونلعب. وأثناء الكلام واللعب البنت المصرية فقدت وعيها، كانت واضعة إلها منوم في العصير، وقالت تعالي نلعب حتى تتحرك البنت وفعول المنوم يمشي بسرعة وياخذ مفعوله. وكانت المصرية أصلا جالسة على سرير أمل، ولما فقدت وعيها أمل قامت وعدلت نومتها وكأنها نايمة مكانها بشكل طبيعي، وتفكير إبليس عجز عنه. قامت أمل بخلع خاتمها اللي هو خاتم الخطوبة، وحطته بإصبع البنت المصرية، وأطلت جيركن أو جلن بنزين من تحت السرير، وقبل ما تشعل النار بدلت ملابسها بملابس المصرية، وأيضا الموبايل والناطة تبعت المصرية وأوراقها في داخلها أخذتهم أمل، وحطت موبايلها بجانب المصرية، وقامت برش البنزين عليها وعلى السرير، وكل الغرفة لرقت بالبنزين، وسكرت باب الغرفة من الداخل، وأتاريها مجهزة نفسها وحاطة خطة إنها تنزل من الشباك. خوف إخوانها يشوفوها وإيه طالعة خرجت من الشباك، وقبل لا تغادر الشباك رمت شعلة نار داخل الغرفة، وبسرعة اشتعلت كل الغرفة. كمية بنزين رشت ووجود سرير وسفنج، بسرعة التعلت النار وهربت.
إخوان أمل على ريحة النار والدخان صاروا يصرخوا: الحقونا! طلعوا من البيت للشارع يصرخوا. فزعوا الجيران على الصوت والتمت كل المنطقة، واتصلوا بالدفاع المدني. ولما حضر الدفاع المدني واستطاعوا كسر الباب وطفوا الحريق، كان كل شيء داخل الغرفة متفحم. أجوا أهل أمل وكان منظر رهيب. جثة أمل متفحمة بشكل كلي على السرير وما باين منها شيء. حضر الطب الشرعي وحملوا بقايا الجثة حتى يعدوا تقرير عن الحادثة وسبب الوفاة ويعطوا تصريح دفن للجثة. وبعتوا وراء أبوها لأمل يستلم الجثة، وسلموه خاتمها اللي كان بإيدها. وأيضا تم تسجيل الحادثة على إنها عملية انتحار، وإنها انتحرت وحرقت نفسها. طبعا في المجتمع الشرقي انتحار صبي يشكل فضيحة للأهل، لأنه الناس ما بترحم وكلام الناس كتير، والكل رح يسأل ليش انتحرت، معقول صاير هيك ولا هيك، يعني مصيبة للأهل. ثاني يوم استلموا الجثة وراحوا دفنوها وفتحوا بيت عزا. وبيت العزا في الأردن 3 أيام بيجوا الناس بيعزوا أهل الميت أو الفقيد. في يوم العزا الأخير الثالث، يعني بعد 4 أيام على الحادث، لأنه الجثة بقيت يوم في الطب العدلي وثاني يوم تم دفنها، حضر قريب من نفس العشيرة هو وزوجته للعزا. سمع أنه عند واحد من العشيرة في عزا، والظاهر أنه مو من نفس المدينة، وحضر متأخر آخر يوم عزا ومعه زوجته. هو جلس في خيمة الرجال وزوجته في مكان النساء. زوجة الرجل بتعرف العيلة منيح، وهي جالسة تتطلع وتتلفت، بدها تعزي بنتهم الكبيرة اللي هي أمل، وتستنى إنها تدخل عليهم حتى تعزيها وتقول يمكن هي في الداخل، خصوصا إنه البيت ملان نسوان. لكن مر الوقت وما شافتها، وشوي جوزها راح يبعت لها يلا نروح، فقامت وقالت وين أمل، خليني أعزيها قبل لا أروح. اطلعوا فيها النسوان بغرابة، قالوها يا بنت الحلال، ما هي المتوفي أمل وإحنا في عزا أمل. انصدمت، قالت شو؟ ومتى توفت؟ قالوا من 4 أيام، واليوم آخر يوم عزا. قالت أنا فكرت عزا أختها الأصغر. سكتت وهي مصدومة، وبعتت نادت جوزها: يا أبو فلان تعال برا شوي، عاوزتك ضروري. استأذن جوزها وخرج. قالت يا أبو فلان، أنت عارف عزا اللي إحنا فيه لمين؟ قالها لمين؟ قالت هذا عزا بنتهم أمل. قالها شو بتخربطي يا بنت الحلال، أمل من يومين شفناها وكلمناها أنا وإنتي، هاي أكيد بنتهم الثانية اللي ماتت. قالت يا أبو فلان، أنا مثلك فكرت بنتهم الصغيرة، لكن أكدوا لي إنها أمل، وحاطين صورها في التعزية هي أمل، في إشي غلط. قالت له روح اتأكد من أبوها واسألوا مين اللي ماتت. بالفعل راح دخل وسلم على الناس وجلس بجانب أبوها، وصار يحلس فيه حتى يفتح الموضوع. قال له يا عم كم عمرها المتوفية؟ قال له حوالي 20 سنة. قال له مو عندك بنت خطبت عن قريب؟ قال له أي، هي اللي ماتت أمل. الرجل انصدم، قال له يا عم عن إذنك عاوزك برا بموضوع. قال له هسه وقت مواضيع، انت شايف الوضع. قال له يا عمي موضوع ضروري، تعال برا. المهم خرج معاه أبو أمل وقال له يا عمي كيف بنتك أمل المتوفية؟ وأنا وزوجتي من يومين شفناها وسلمنا عليها وكان معاها خطيبها. قال له أنت شكلك غلطان، بنتي إلها 4 أيام متوفية. قال له لا ماني غلطان، وهي زوجتي سلمت عليها وكلمتها وعرفتنا على الشاب اللي معاها، وقالت هذا خطيبي، وكانت معاه بسوق عمان. نادوا الزوجة وقالت يا أبو أمل شو أنا بدي أغلط ببنتك؟ أنا متأكدة هي، وسلمت عليها وقعدت أكلمها 5 دقايق وسألتها عنكو وبعثت معاها سلام لإمها وعرفتنا على خطيبها. قال أبو أمل هي خطيبها في العزاء، نادوا خليهم يشوفوه. نادوا خطيبها والرجال قال لا مو هذا اللي كان معاها، واحد ثاني. وهنا أبو أمل بين مشكك وبين مصدوم. قال له يا ابن الحلال بنتي ماتت حرق وسلمونا الخاتم اللي كانت لبسته، وانت جاي تقول انت وزوجتك انك شفتها اول امبارح؟ كيف صارت هاي؟ واكيد انك غلطان. قال له لا مو غلطان، انا متأكد انها امل بنتك. ما نام ابو امل طول الليل وما صدق، ويطلع الصبح ويروح هو وعيال عمه للشرطة. قالوا لهم احنا بدنا نتأكد ان اللي دفناها هي بنتنا. طبعا الطب الشرعي بيكونوا ماخذين عينة من الجثة وفحوصات DNA، لكن ما طابقوها مع الأهل لأنه كل شيء كان واضح، بنت وانتحرت. رجعوا عملوا فحص DNA وإلا الصدمة غير مطابق. بالفعل هاي مو جثة بنتهم. العاد جثة مين هاي؟ عرفوا اسم الشاب اللي كانت تحبه واللي سبب كل المصايب، ووصلوا لأهله واستدرجوه وقبضوا عليه. تعال جاي، وين أمل؟ طوالي اعترف ودلهم على مكانها في العاصمة عمان. قبضوا عليها. اعترفي لمين الجثة؟ وتقوم تعترف بكل حاجة، وقالت هاي صديقتي البنت المصرية. يخرب بيتك،
حرقتي صديقتك عشان واحد هامل، وكل الأردن عرفت سالفة بنت عروصيفة وتفكيرها الشيطاني. حكم عليها بالإعدام، وبعدين تم تخفيف الحكم للمؤبد، وهو الهامل أيضا تم سجنه بالمساعدة في جريمة قتل والتستر على مجرمة، والظاهر أنه كان هو اللي جايب لها البنزين والمنوم. وفي يوم أجرت محطة تلفزيون معها مقابلة من داخل سجنها، وأثناء حديثها حملت غلطها لأهلها وإنه السبب ضغط الأهل، والمذيع يومها مسح فيها الأرض وقالها الأهل كانوا صح وإنت غلط، ما في بعاداتنا ولا عاداتنا بنت تتصاحب مع شاب أو تهرب مع شاب وبالآخر تحمل فشلها للأهل. بالعادة مثل أمل يحمل الأهل أو المجتمع مسؤولية أعماله، لأنه مخه وعقله المريض هيك يصور له، ما ينتقد نفسه إنه هو الغلطان وإنه فاشل واختياره طريق الغلط. وراحت القصة براس البنت المصرية المسكينة اللي ما إلها أي ذنب ولا علاقة بالسالفة. وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم، إلى لقاء آخر.